اعمل اطارات كويس عشان ما تتلطش. مساء الفل على أجمد حراس مرمى في الوطن العربي وفي العالم كله. معايا 2 حراس مميزين جدا في تمرينة النهاردة. طبعا ده حتة استعراضية كده مني، عايزكم تقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات تحت. واحنا بنتفرج على الفيديو مع بعض هنحلل أدائهم وهنقيمهم مع بعض. دلوقتي انا بتكلم معاهم وبقول لهم ازاي التمرين هيبقى عامل ازاي النهارده وشكل التمرين هيكون ازاي. وهنا في الاحماء دخلت لهم كورتين. طبعا هنا يعني اهم حاجه عندي حركه رجليه، الفوت ورك بتاع حارس المرمى تكون مميزه جدا ولازم يطلع يجيب من اعلى نقطه. وطبعا هنا بتغيير الاتجاهات والحاجات دي بتعمل شغل كويس مع حارس المرمى في الاحماء. وطبعا الكورتين في الاحماء مهمين جدا لحراس المرمى. وطبعا هنا لازم حارس المرمى يشتغل برضو على رجليه في الاحماء او التسخين. وبرضه ممكن تاخدها تمرين عادي. حارس المرمى مهم جدا في الكرة الحديثة ان هو يشتغل برجله، لان دلوقتي حارس المرمى اصبح لاعب مرمى مش حارس مرمى. وانا مع الحراس بتوعي انا بسمي الحارس بتاعي لاعب مرمى وليس حارس مرمى. وطبعا الحراس مميزين اطوالهم كويسة. وهنا طبعا بعودهم برضو ان هم يشتغلوا من وضع الحركة. في التمرينة دي بستخدم 4 كونزات كبار. بحارس المرمى بيعمل دوران كده من ورا الكونز وبيطلع يقطع لقدام، بيعمل لي باص وبرجع تقاطع عكسي وبيطلع برضو يكتم الكرة كده باستلام. مهم جدا انك تشتغل مع حارس المرمى على رجليه. ويعني بندخل برضو في حتة التوافق والرشاقة مهارتين، مهارة الرجل ان هو يشتغل برجله كويس وبرضه بيطلع ياخد استلام. وبرضه بنغير التمرين المستوى الأرضي ياخد حساسية الأرض. بينزل بيعمل تراي أرضي زي ما انت شايف. برضه لازم ياخد الجنبين. في مدربين حراس للأسف بيشتغلوا جنب واحد ويسهى عن الجنب التاني، وبتعمل مشكلة كبيرة جدا لحراس المرمى. فهنا طبعا حارس المرمى لازم يشتغل على الجنبين. ومهم جدا انك تراعي الحمل التدريبي بتاع التمرين ده. مصطفى برضو دخل التمرينة بيعمل دوران من ورا الكونز يقطع لقدام. هو الدوران ده في الاول بس اول ما بتبدأ المجموعة. بعد كده بتقطع تقاطع لقدام. من الكونز اليمين تقطع تاخد شمال، ومن الكونز الشمال بتقطع تاخد يمين. المهم بقى يا نجم النجوم ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك على القناة لو انت لسه ما اشتركتش. وهنكمل الفيديو مع بعض وكمل الفيديو للآخر عشان تستفاد. والتمرين ده تمرين مركب ربط 3 مهارات بجزء بدني من أجمل التركيبات. إن الحارس بياخد 2 جامب وبينزل بجذعه كده، وبياخد مهارة الاستلام، ثم بيقطع لقدام بياخد انفراد، أو بياخد تراي أرضي ثم الانفراد. وطبعا بيدفع بقدمه القريبة من الكورة. وبيشتغل التمرين ده 4 تكرارات في 3 مجموعات. وفترة الراحة هنا بتكون ضعف الزمن اللي بيشتغله. طبعا الراجل هنا مفروض يكون بيعمل التمرين ده بكل سرعة. وفي تحمل قوة وتحمل سرعة في التمرين ده مهم جدا لحراس المرمى. وطبعا انا لازم كمدرب لازم اشجع حارس المرمى وهو بيتمرن، سواء بالكلام او ان انا اسقف على ايدي بخليه يعلي الريتم او يكون اسرع في التمرين وياخد التمرين بقوة شوية. المهم يا نجم انت ان شاء الله لو استفدت من الفيديو ده فانت لازم تعمل له لايك على الفيديو ده وتشترك على القناة عشان القناة تكبر بينا كلنا. ولو تعرف تعمل شير لصاحبك حارس المرمى اللي عايزه يستفاد من الفيديو ده فيبقى كتر ألف خيرك. سلام يا أجمد حراس مرمى في الوطن العربي والعالم كله.